بعد ضم مهاجم الاهلي الجديد انتوني موديست، تشكيل مرعب للنادي الاهلي حرفيا. انا كمان مش عاوزك تركز على التشكيل وبس، لا بص على الناس اللي قاعده على الدكه. النهارده حلقه مميزه هنحط فيها افضل تشكيله للنادي الاهلي، وانت تقول لي دي فعلا الافضل ولا في دماغك تشكيله تانية افضل. مش عاوزين نضيع وقت ويلا نخش في الفيديو. انا حرفيا من اكتر الناس اللي كان نفسي اعمل فيديو تشكيل الاهلي بس يكون موجود فيه مهاجم قوي، واخيرا وبعد معاناة الاهلي بيجيب مهاجم فعلا سوبر، يعني مش سوزا ولا جون ايبوكا ولا الناس دي، لا مهاجم فعلا من افضل المهاجمين اللي ترشحوا على النادي الاهلي. مش هنتكلم عن المهاجم اكيد لان انت اكيد سمعت الحلقة اللي عملتها عنه، وبصراحة مبسوط انها عجبت ناس كتير. تعال بقى كده نحط تشكيل النادي الاهلي، وكل واحد يحط التشكيلة اللي في دماغه وانا بحط التشكيل. انا هبدأ بتشكيلة ال4-3-3. انا عموما معايا في حراسة المرمى 3 مميزين، الشناوي وشوبير وحمزة علاء. شوبير وحمزة علاء بإذن الله دول المستقبل، فاكيد هحط في حراسة المرمى محمد الشناوي حارس مصر الاول. اول مركز معايا فيه لاعب سوبر وقائد. طيب تعالى بقى لقلبين الدفاع. معايا في قلب الدفاع ياسر وربيعة ومتولي ومنعم ومعتز محمد. هخرج معتز محمد لانه ما ينفعش يلعب على اي حد من الرباعي ده. اول واحد هحطه في التشكيلة وهو محمد عبد المنعم، اكيد لا غنى عنه، ومستواه بصراحه وبدون انحياز فارق عن اي مدافع تاني بيلعب جنبه. جنب محمد عبد المنعم هختار العب بمين؟ بصراحه انا من اكتر الناس اللي بتحب محمود متولي، وكان عامل ثنائيه جباره مع محمد عبد المنعم اول ما كولر جه، ومن بعد غلطته قدام ريال مدريد وهو بعد فتره. في نفس الوقت ياسر ابراهيم برضه رجل المباريات الصعبه. كمان رامي ربيعه الفتره الاخيره للامانه مستواه اتطور بشكل ملحوظ، بس مشكلته في المباريات الكبيره بيخاف ويتصاب اول ربع ساعة. مش فاهم ايه الفكرة بصراحة، بس ممكن يكون بسبب الضغط الجماهيري اللي بيبقى موجود في اول ربع ساعة. فهختار ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم. في اليمين قدامي 3 لعيبة، محمد هاني وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، ومش هحط اكرم توفيق معاهم، هسيبه في مقارنة مع لعيبة في نص الملعب. بص بقى علشان في هنا ناس هتختلف معايا. بالنسبة لي انا كامكانيات كريم فؤاد افضلهم، اما كجاهزية فمحمد هاني هو افضلهم حاليا، وبصراحة خالد عبد الفتاح بعيد كل البعد عنهم، مع انه ابن بلدي مدينة اويسنا، بس بصراحة مستواه قليل قوي. ولو في مباراة حاليا هتتلعب في الايام دي فهختار محمد هاني، بس بالنسبة لي هحط كريم فؤاد في التشكيلة المثالية، وشايف انه هيعمل جبهة نارية هتكون في مصلحة المهاجم اللي احنا جايبينه. طيب في الباك ليفت اكيد مفيش غيره، علي معلول النجم الاول للمركز ده بدون منافس. حتى لو كانوا تعاقدوا مع اي لاعب كان علي معلول برضه هو هيبقى رقم 1 في المركز ده. كريم الدبيس بديل كويس لمعلول، بس خايف في المباريات الكبيرة ما يأديش. خلينا نشوف برضو ايه اللي هيحصل. فكده هختار في المركز ده علي معلول. في وسط الملعب بقى في مدعكة في صالح النادي الاهلي، وبرضو هنا مليون واحد هيختلف معايا، لان هحط ثلاثي ممكن يكون مش الثلاثي اللي كل حاططهم في تشكيلته. مبدئيا كده هناخدها مركز. في مركز الديفندر معانا 3 لعيبة، كوكا ومروان عطية واكرم توفيق. كوكا لاعب مميز بس هو اقل لاعب فيهم. التنافس هنا هيبقى بين اكرم توفيق ومروان عطية. اكرم توفيق مش عاوز اقول لك ان انت لو بتلعب بيه لوحده حرفيا في وسط الملعب مش هتحس انك انت بتلعب بلاعب واحد، لاعب ممكن ياكل لك نص الملعب ده لوحده. مروان عطية الفترة الاخيرة فرض نفسه للامانة في المركز ده، وصعب ان كان حد ياخده منه، بس انا في المركز ده هديه لاكرم توفيق. واللي ما يعرفش اكرم توفيق في المركز ده كان عامل ازاي يروح يتفرج عليه لما كان في المنتخب الاولمبي. فانا هختار اول ورقة في وسط الملعب وهو اكرم توفيق. طيب معايا كده مركزين 8 وموجود فيهم السولية وامام وندفيد وديانج وقفشه ومحمد فخري. مبدئيا محمد فخري مش هيبقى موجود في التشكيله المثاليه بتاعتي، فكده هو بره الحسابات. في اول مركز هختار لاعب بدنيا قوي، ولاعب هيجري كتير، ولاعب عنده البدني بتاعه عالي ويقدر ينقل الهجمه من الدفاع للهجوم بسرعته. اكيد هختار ديانج، لازم يكون موجود في التشكيله المثاليه. لاعب اوروبي معاك وكواليتي بالنسبه لي مختلف عن الجميع، والمهم طبعا انك تنوع في اللعيبه اللي عندك، ما يكونوش 2 بيعملوا نفس الدور. طيب في مركز 8 التاني في علي زحمه، امام وقفشه والسوليه وندفيد. شايف ان الاربعه مميزين قوي، بس شايف ان قفشه اضعف لاعب فيهم في المركز ده، فهخرجه بره حساباتي. المركز ده هديه لامام عاشور، لان انت محتاج لاعب بيسدد كتير على الجون، لاعب مهاري وسريع، وانت كده بقى عندك سرعه ومهاره وتسديدات وبدني عالي ولاعيبه عندها روح. كل ده موجود في نص ملعبك بثلاثي مكون من اكرم وديانج وامام. طيب تعالى بقى على المدعكه التانيه، وانا عارف ان في تريليون واحد هيختلف معايا، لان الاختيارات اللي هحطها
هنحطها هتبقى غريبة شوية. نبدأ بمركز الجناح ومعانا فيه الشحات وتاو وعبد القادر وكريستو ورضا سليم وطاهر ورأفت خليل. اتكلمت كتير على رأفت خليل وشايف انه لاعب متميز قوي ومحتاج انه يلعب علشان يبدع في الملعب، وشايف انه موهبة كبيرة فعلا، بس مشكلته انه جاي مع ناس ما ينفعش تقعد دكة زي تاو والشحات ورضا سليم. فمبدئيا رأفت خليل خارج حساباتي في التشكيلة. معايا كده في مركز الجناح اليمين 3 تاو ورضا سليم وكريستو، وفي مركز الجناح الشمال 3 حسين الشحات وعبد القادر وطاهر. في مركز الجناح اليمين كولر مقتنع قوي بتاو، لاعب بيقدر يصنع الفرق في المكان ده، بس انا شايف ان رضا سليم باذن الله هيكون هو افضل صفقة دخلت الاهلي في المركز ده، ومراهن عليه رهان كبير قوي. فانا هحط رضا سليم في مركز الجناح اليمين، وعارف ان في ناس كتير بتحب تاو، بس بالنسبة لي رضا سليم هو اللي هياكل المركز ده. طيب في مركز الجناح الشمال اكيد طاهر هو اقل لاعب فيهم، وعبد القادر بالنسبة لي عالمي بس اناني بطريقة تخليك تمشيه من النادي، فعلشان كده هختار افضل لاعب داخل الاهلي الموسم الماضي حسين الشحات. اللاعب ده بسم الله ما شاء الله جاب احلى اداء ليه الموسم الماضي، وكان عامل اساسي بالتتويج بالخماسية. ونيجي بقى لاخر مركز، اخيرا رأس حربة للنادي الاهلي. موجود معانا كهربا وزعلوك وصلاح محسن وانطوني موديست. انا مبسوط علشان كذا حاجة. مبدئيا بس كده انطوني موديست اكيد هحطه في التشكيلة، بس مبسوط علشان واحد زي كهربا كان هو هدافك وهيبقى قاعد دكة، يعني ممكن ينزل في اي وقت يسجل. كمان تحدي جديد لصلاح محسن في المركز ده ان هو يثبت نفسه تاني. كمان برضو محمد زعلوك كولر معجب بيه وبيديه برضو في الماتشات الودية وبيسجل، فده لاعب مستقبل كبير للنادي الاهلي. في المركز ده بصراحة شايف ان هو متأمن دلوقتي، وشايف ان المفاجآت هتبقى كبيرة فيه، وبإذن الله المركز ده هيكون عليه تنافس رهيب. طبعا انطوني موديست في حتة تانية، بس بإذن الله نكون مع موعد مع خط هجوم ناري. طيب تعالى بقى لتاني حاجة وهي البدلاء. هنختار 13 لاعب على السريع كده، لو نزلوا هيغيروا شكل اي مباراة. اكيد مصطفى شوبير بديل الشناوي، وفي مركز الدفاع متولي وربيعة، معاك هاني كمان على الدكة. كمان في وسط الملعب انت معاك نيدفيد والسولية ومروان وقفشة. انت متخيل ان الرباعي ده قاعد دكة؟ في الهجوم بقى هيبقى معاك تاو وعبد القادر وكريستو، وفي مركز رأس الحربة هيبقى معاك كهربا وصلاح محسن. يعني انت معاك تشكيلة تانية بديلة، ده غير ان في ناس تانية مستبعدة، ناس مهمة قوي زي كوكا وزعلوك وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء، وناس تانية تقدر تعمل بيهم تشكيلة تالتة كمان وتلعب بيهم دوري. بإذن الله نحاول نكسب السوبر ونخش بكل تقلنا على السوبر ليج، وبعدها بقى نتعامل في كأس العالم للأندية. أخيرا بقى مش محتاج أقول لك إنك أنت تعمل لايك للفيديو، لأن إحنا تعبنا في الفيديو ده قوي، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الإشعارات علشان أول ما أنزل فيديو جديد يجيلك إشعار بالفيديو. وأهم حاجة بقى ما تنساش تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتوحد الله. أشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.